ابعدوا أولادكم عن الباليرينا كابتشينا وتم تم تم ساهو. إذا سمعت ابنك عن بعيد كلمات زي الباليرينا كابتشينا وشامبانزيني بانانيني وتم تم ساهور، فاعرف إنه عم بتعرض لواحدة من أكبر عمليات غسيل الدماغ اللي ممكن تصير للأطفال. الموضوع شكله بسيط، كلمات غريبة وضحك ولعب، بس في الحقيقة ورا الكلمات هذول في خطة مرعبة ومدروسة غرضها تدمير إدراك الطفل وتعويده على محتوى مشوه من غير ما يشعر. السوشيال ميديا والموبايلات اللي دايما بإيدين أطفالنا صارت أدوات بيد ناس بتستخدم الذكاء الاصطناعي عشان تنتج محتوى كرتوني مسلي بس مليان سموم. هاي الشخصيات الغريبة بأسماء ما إلها معنى، زي بنت براس فنجان كابتشينو أو واحد ساكن بجنب برج الموزة، ما وراهم غير التشويه الذهني والرسائل المبطنة. طب إيش المشكلة؟ المشكلة إنه بهالفيديوهات في مشاهد مليانة عنف وفيها إيحاءات وتلميحات ما بفهمها الكبار أحيانا، بس الطفل بيمتصها وكأنها إشي عادي. يعني ابنك ممكن يكون قاعد بتفرج وبضحك، بس في عقله قاعد بتخزن مشاهد فيها قتل وإيذاء وسلوكيات غريبة وبرمجة عاطفية ما إلها أي قيمة إنسانية. والأسوأ من هيك إنه هاي الشخصيات والكلمات اللي ما إلها معنى بتخليه يتعود على اللا منطق ويبعد شوي شوي عن التفكير السليم والمنطقي. يعني بعد فترة لما تحكي معاه بقصة حقيقية وتحاول تعلمه إشي مفيد ما بيكون قادر يركز، لأنه دماغه صار متعود على محتوى مشوش وسريع وما إله أي معنى. وهون بيجي التحذير الكبير. أطباء نفسيين من مصر أطلقوا تحذير صريح ونبهوا كل الأهل من هاي الفيديوهات وقالوا إنها بتسبب ضعف بالتركيز ومشاكل سلوكية وحتى ميول عدواني عند بعض الأطفال. ما راح تحس بالخطر مباشرة، بس شوي شوي راح تحس إنه ابنك ما عاد يركز، سريع الغضب، مش فاهم، مش متفاعل بشكل طبيعي. صحيح إنه الذكاء الاصطناعي فيه فوائد كثيرة، بس زيه زي أي سلاح إذا وقع بين إيدين غلط بيصير خطر كبير. واللي بيصير اليوم للأسف هو استخدام هالتقنية لتدمير جيل كامل. ابعدوهم عن الباليرينا كابتشينا والتوم توم توم سخور والتفاهات اللي ما إلها أي معنى ولا هدف، وخلوهم يتابعوا أشياء تبني عقلهم وتحفزهم وتعلمهم وتخلوهم أقوى وأوعى، لأنه إحنا المسؤولين. وإنت كأب وأم لازم تكون الخط الدفاعي الأول عن وعي